السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي، فيديو جديد من قناة مطبخ ليلى. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض محسن المخابز، محسن الخبز الطبيعي. هنعمله في البيت بمكونين 2 بس، وهيطلع معانا أحلى وأجمل محسن خبز نستخدمه في جميع المخبوزات. دايما لما بنشتري كده المخبوزات اللي بنجيبها من الأفران بتكون هشة وقطنية جدا جدا من قلبها، وبنبقى محتارين هم عاملينها ازاي، طب حاطين ايه فيها غير اللي احنا بنعمله في البيت. عاوزة اقول لكم ان ده سر الصنعة بتاعتهم وانا عرفته، وهو محسن المخابز اللي هم بيعملوه. زي حاجة اسمها عصيدة، او بتتعرف في بلاد عربية بان اسمها عصيدة الخبز. بتبقى عبارة عن ايه بقى؟ بتبقى عبارة عن حوالي نص كوباية من الدقيق، معلقة من السكر، معلقتين من الخل. المحسن ده بتشيليه عندك في التلاجة، في باب التلاجة. ممكن يقعد عندك مدة أكتر من 15 يوم من غير ما يتأثر ولا يجراله أي حاجة خالص. تابعي معايا الفيديو لحد الاخر، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس لقناة مطبخ ليلى عشان يوصلك دايما مني كل جديد. وما تنسيش تشوفي بقية الفيديوهات، واثقة انها هتعجبك. ويلا بينا نشوف عملنا محسن المخابز ده ازاي، وهنستخدمه في ايه، وهنستخدمه ازاي، وهنستخدم منه كام معلقة على كيلو الدقيق. كل حاجة هتعرفيها النهاردة معايا في الفيديو. يلا بينا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، أنا هنا عندي نص كوباية من الدقيق، معلقة من السكر، وحوالي معلقتين صغيرين من الخل. الخل هنا أساسي معانا لأنه الخل بيفتح العجين ويعتبر كمادة حافظة للمحسن بتاعنا. المحسن بتاعنا اللي احنا هنعمله النهاردة ده ممكن تشيليه في باب التلاجة لمدة أكتر من 15 يوم. ولكن انا بفضل ان انا اعمله بكميات مش كبيره قوي، لانه هو مش محتاج ان انت تعمليه بكميات كبيره وتعينيه، لسبب انك ممكن تنفذيه في اي وقت. يعني ممكن تنفذيه في اي وقت قبل حتى ما تكوني بتعملي اي نوع مخبوزات. هتبداي ان انت تعمليه على طول. المحسن ده بنستخدمه في حاجات كتيره قوي، زي البريوش او المخبوزات كتير اللي احنا بنعملها اللي هي بتاعه الافران، زي العيش الفينو، العيش الكايزر. اي مخبوزات انت ممكن تفكري انك تعمليها هتحط لها معلقه لكل كيلو من الدقيق. هتستخدمي معلقه كبيره من المحسن اللي احنا هنعمله ده. يعني لكل كيلو من الدقيق بنستخدم معلقه كبيره من اللي هي المعالق بتاعه الطعام، مش معلقه صغيره يعني، وهنستخدمه فيها. يلا بينا بقى نشوف عملناه ازاي. عندي هنا الدقيق، نزلت عليه بالميه اول حاجه خالص علشان افك الدقيق بتاعي. المحسن ده بيبقى ليه قوام كده معين، عامل زي الجل، عامل زي الجل. يعني انت لازم تكوني صابرة عليه قوي لغاية لما يطلع معاكي القوام المظبوط بتاعه. بقلب كده الدقيق وبفكه بالمية علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص منه. هنزله كده بقى في الحلة علشان يعني يبقى متاح معايا ان انا اقدر ان انا اضربه اكتر. طبعا زي ما قلت لكم، لو حابين يعني تكتروا الكميه هتضاعفي كل حاجه انا استخدمتها. معلقتين الخل هيبقوا مثلا 4 معالق خل صغيرين، اللي هي المعالق بتاعه الشاي. معلقه السكر هتضاعفيها طبعا. الدقيق هتضاعفيه على حسب انت هتعملي كميه قد ايه. الكميه اللي انا عاملاها دي يعني بسم الله ما شاء الله تكفي حوالي 2 كيلو من الدقيق. يعني الكميه اللي انا عاملاها حوالي 2 كيلو من الدقيق. لو انت مثلا هتستخدمي معلقتين صغيرين من بتوع الشاي، او لو هتستخدمي معلقه كبيره زي ما قلت لك من بتاعه الطعام. هفضل اقلب كده كويس لحد لما يفك معايا الدقيق في الميه والخل والسكر. وبعد كده هاخد الكلام ده كله على النار علشان اعمل القوام بتاعه اللي هو بيبقى عامل زي الجل بالظبط. اهم حاجة ايدك في الموضوع ده، يعني ما تشيليش ايدك كده وتسيبيه، لانه ممكن يتكتل منك مرة واحدة ما تقدريش انك تفكيه. لازم تفضلي تلفي كده فيه بالمضرب علشان تقدري انك تطلعي القوام المظبوط بتاع المحسن. عاوزه اقول لكم هما بيعملوه بكميات كبيره جدا جدا. وبيستخدموه زي ما انتم عارفين في المخبوزات وفي العيش وفي اي مخبوزات هما بيعملوها. بيعمل طراوة وبيعمل اللي هو اللون الابيض الحلو ده، وبيخلي فعلا العجينة قطنية وهشة جدا جدا. عاوزة اقول لكم كمان ان هو مش بديل عن الخميرة. يعني ما ينفعش ان انا استبدله بالخميرة او البيكنج باودر. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. العصيدة دي او النوع المحسن ده احنا بنستخدمه مع العجين،
لكن مش بنستخدمه بديل عن اي حاجة احنا هنعملها اساسي في المخبوزات. فيعني عشان اكون صادقة معاكم في كل حاجة، انتوا بتستخدموه كحاجة بجنب المكونات اللي انتوا هتعملوها في اي مخبوزات انتوا بتعملوها. يعني مش بديل عن مثلا بيكنج باودر او بديل عن الخميرة، لا طبعا، هو ده مع بالاضافة مع. عاوزة اقول لكم بجد من احلى ومن اجمل الوصفات الفظيعة اللي هتخلي معاكي العجينة هشة جدا جدا، وسر كبير من اسرار الافران اللي بيستخدموها لجميع المخبوزات، ويمكن ناس كتير جدا ما تعرفوش. وهو انا عرفته الحمد لله بالصدفة كده، بس حقيقي لقيت ان هو فرق معايا كتير قوي. في يعني عملت بيه خلية النحل، كانت هشة وحلوة جدا. ان شاء الله هعمل لكم بيه خلية النحل في فيديو منفصل وهتشوفوه. هشة جدا وقطنية من قلبها ولونها ابيض فاتح وجميلة قوي. عاوزة اقول لكم كمان انه بيعمل على يعني طراوة العجين او طراوة المخبوزات لمدة اكتر من 3-4 ايام، بتفضل معاكي هشة وطرية زي ما يكون لسه عاملاها حالا. خلصت عملت القوام بتاعها زي ما انتم شايفين كده، القوام بتاعها عامل زي الجيلاتين، القوام بتاعها مطاطي شوية. هبتدي بقى ان انا انزلها كده عندي في الطبق ده، واول ما تبرد ببتدي ان انا اشيلها عندي في برطمان وبشيلها في باب التلاجة. ما تخافوش، ما بتمسكش او ما بتكتلش او اي حاجة من الحاجات دي خالص، بتفضل معاكي بنفس القوام الحلو ده. بس اهم حاجة ان انتي لما تكوني هتستخدميها ما تستخدميهاش سخنة طبعا على العجين. لو انتي لسه عاملاها دلوقتي وهتستخدميها مع العجين، استخدميها باردة وابدأي انك اعجني بيها زي ما يكون بتضيفي زبادي او اي حاجة مع العجين بتاعك وانتي بتعجنيه. وصفة سهلة جدا جدا انك تقومي تنفذيها وما تستغنيش عنها بعد كده ابدا في اي نوع من انواع المعجنات الكتير اللي احنا بنعملها، خصوصا في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده. وطبعا عايزه اقول لكم خطيره مع السينابون. لو انت بتعملي عجينه السينابون و هتعمليها بالمحسن ده، هتبقى طريه جدا وحلوه وهشه ولونها فاتح وقطنيه جدا جدا من قلبها. يعني سر من اسرار نجاح جميع المخبوزات المحسن اللي احنا عملناه النهارده ده. عاوزه اقول لكم بجد تحفه وسهل جدا انك تقومي تنفذيه وهتستخدميه في جميع انواع المخبوزات. ان شاء الله اكون افدتكم في الفيديو بتاع النهارده، وقلتلك على كل الاسرار والتكات، وقلتلك ازاي تحتفظي بيه، وكمان تقدري تستخدمي قد ايه كميه على كيلو دقيق. ان شاء الله اكون افدتكم النهارده في الفيديو. وما تبخلوش علينا بقى بلايك للقناه للفيديو، اشتراك للقناه، وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لنا يوصل لكم مننا الاشعارات بالفيديوهات الجديده، ودايما نكون عند حسن ظنكم وتشوفوا عندنا كل جديد ان شاء الله. محتاجه دعمكم للقناه. اشوفكم دايما بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.